وصفة الكل بيعشقها، يمكن مو كلنا بس اغلبيتنا بيحبها لهالوصفة، هي الجارليك ديب. خليكم متابعين. اول شي رح نعمله رح يكون عنا فود بروسيسور، وهون حطيت بياض البيض، رح احط رشة ملح خفيفة، رح ارجع سكر الفود بروسيسور ورح شغله لحتى يصير عندي بياض البيض لونه ابيض. هي مثل ما شايفين بياض البيض صار لونه ابيض. ما رح افتح من هون، رح احط ثوم، تقدروا تستعملوا ثوم قد ما بدكم، انا ما بحبها تكون كتير قوية طعمة الثوم، راح ارجع شغلها. وهي اخر مرة راح طفي فيها الفود بروسيسور قبل ما يجهز عندي الثوم. راح ضيف عصير ليمون، هون عندي كوب واحد زيت نباتي، راح ضيف الزيت تدريجيا وهي عم تشتغل الفود بروسيسور، ما بتطفوها ابدا، وراح تنزلوا الزيت شوي شوي، ما بيصير تنزلوا الزيت كله مره واحده، راح تضلوا تنزلوه شوي شوي لحتى يصير قوام التوميه عندكم مثل ما بتحبوا انتم. هلا راح بلش ضيف الليمون، ومثل ما قلت لكم شوي شوي راح نضيف الزيت النباتي. مثل ما شايفين ضفت كل الزيت شوي شوي مثل ما قلت لكم، واستنيت كمان 5 دقائق لحتى كل المكونات تنخلط مع بعض تماما. ورجيكم هيك بدكن القوام تكون، مو لازم تكون كتير سائلة. وهلأ رح احطها بصحن. وهي مثل ما شايفين هيك طلع معي الجارليك ديب التومية. فيكن تسموه اللي بدكن اياه، اهم شيء انكم تتبعوا هي الوصفة، لانه هي الوصفة من اطيب الوصفات اللي راح تذوقوها. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تتركوا لي كومنت تحت، وسبسكرايب لصفحتي، وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. باي، بشوفكم بفيديو جديد.